من 15 جنيه ل 150 جنيه. طب ازاي وايه الفرق بين الاتنين دول، وازاي ديت ب 15 جنيه وديت ب 150 جنيه؟ عارف الفرق بين الاتنين دول ايه؟ الفرق حاجه واحده بس، الفرق هو اللون ده. لون اكريليك عادي خالص اتحط على الكونكريت، اداله تاتش خفيف، عملها كانها زي الرخام بالظبط، فبقت قطعه مميزه قوي تتباع ب 150 جنيه بسهوله. انت كمان تقدر تحط التاتش ده، تعلي من سعر القطعه بتاعتك وبفكره جديده خالص. وهو ده اهم حاجه في الهاند ميد، انك تعمل حاجه فريده جدا، فحط تاتش يظبط لك القطعه بتاعتك. وعشان اساعدك في التاتش اللي انت محتاج تحطه دوت عشان يعمل لك اختلاف بينك وبين اي حد تاني ويعلي من قيمه القطعه بتاعتك، جبت لك الوان جلوسي مليانه جليتر وفيها لمعه رهيبه جدا. اكتر من 12 لون هتقدر تلاقيهم موجودين دلوقتي، لو خدت المجموعه كلها هتلاقي عليها خصم 30%. اللون ده كفيل ان هو يحول قطعتك من 15 جنيه ل 150 جنيه بتاتش خفيف جدا. استخداماته ملهاش اخر، يعني تقدر تصبغ القطعه كلها باللون الجليتر، فهيبقى عندك قطعه كونكريت بدل ما هي ابيض ساده مر هتبقى لون اكريليك جليتر بتلمع، شكلها جميل جدا. تقدر بقى تعمل القطعه ديت نصين، تعملها كلها لون واحد، او تقدر ترسم بالفرشه، او تقدر تستخدم الستنسل وتدق على الستنسل بالسفنج، فهيبقى عندك رسمه محدده باللون الاكريليك اللي شبه المايكا بالظبط. الالوان دي بقى تقدر تلاقيها موجوده عندنا على الويب سايت، بحيث ان انت تطلبها توصلك لحد باب البيت في تاني يوم على طول، او تقدر تشتريها اوفلاين من مكانين، اول مكان في الزمالك، تاني مكان في الهضبه الوسطى. لو عايز العناوين او عايز تطلب اوردر اكتب لنا تحت في الكومنتات او ابعت لنا رساله وهنرد عليك حالا.